أيها المسلمون حاملا شعار التغيير. لا تغيير الأيام، إنما تغيير الأحوال حتى نتغير من حال إلى حال. جاء العيد وقد سئمنا هذا الحال، حال الاستبداد، حال الفساد، استبداد سياسي لا نعلم، كالحلقة المفرغة لا نعلم أين نخرج منه. الشعب صار خارج معادلة الحكم كأننا جزءا من الأساس. شعب يورث، يرثه حاكم بعد حاكم. منذ ثورة يوليو 52 لم يختر هذا الشعب الطيب حاكما ولا حكومة، كلها جاءت عبر التزوير والتزييف والتدليس، وقد سئمنا التزوير والتزييف والتدليس. نأمل أن يأتي يوم نختار نحن الشعب المصري حاكما نبقيه ونخلعه وقتما نريد. شكلوا لنا مجلس شعب لا يعرف نوابه أو أغلبية نوابه غير كلمة واحدة: موافقة. يخرج النائب منهم من بيته رافعا يده بالموافقة حتى يصل إلى المجلس، وهو هكذا. لذلك تحول المجلس إلى آلة لطباعة القوانين الرديئة السيئة السمعة. واسمع عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، واسمع عن الموافقة على المادة 76 والمادة 77 والمادة 88، واسمع عن قانون الجمعيات، واسمع عن قانون الطوارئ، واسمع واسمع واسمع. هذا المجلس الذي في الأصل وظيفته الرقابة والتشريع أصبح لا يقوم لا بالرقابة ولا بالتشريع ولا بالتشريع، إنما جاء موقف ليكرس الفساد والاستبداد واستمرار الحكم الباطل. نعم، سئمنا نوابا جعلوا من مجالس وكراسي مجلس الشعب مشاريع استثمارية. النائب عشان يشتري كرسي يصرف 5 10 15 20 مليون جنيه لأنه عارف إنه هيجيب أكتر. سئمنا نوابا يحتكروا السلع الأساسية في الصناعة كصناعة الحديد. سئمنا نوابا يسرقون وينهبون قوت هذا الشعب المسكين. سئمنا حكم الفرد وشخصنة النظام، شخص واحد هو اللي يعرف كل حاجة. سئمنا نغمة التوريث، هذه النغمة النشاز. النظرية السياسية في الإسلام تقول أن الحاكم أجير. يعني ايه أجير؟ يعني احنا الشعب بندفع مرتبه، واحنا الشعب نقول له يعمل ايه وما يعملش ايه علشان يحقق آمالنا واحلامنا، علشان لا يخرج عن الجاده. أجير بياخد مرتبه من الشعب، فالشعب له حق ان هو يطيع ويخلعه، ان هو يقول له اه او لا. وهكذا كان في الاسلام. سيدنا عمر قال: اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. يعني العصيان، يعني ما تسمعوش كلام. مش كده وبس، رعاية الشعب. سيدنا عمر يمشي بالشارع فيسمع عين الاطفال وبكاء اطفال. ليه ما كانوش؟ يحمل الجوال على ظهره ويأتي بامرأته، هو وهي يصنعان الطعام للأطفال. أجير، فاهم معنى أجير. سيدنا أبو بكر يفعل نفس الفعل. سيدنا أبو بكر امرأة داهمتها آلام الوضع يأتي بزوجته حتى تساعد هذه المرأة حتى تلد، لأنه أجير عند الشعب. سيدنا عمر الشعب يجوع معاه، الشعب ياكل زيت معاه، الشعب يربط حجرين معاه، يتألم بآلامهم ويعيش أحوالهم فهو منهم. هم اختاروه وهم يحاسبوه، ويقول من على المنبر: أصابت امرأة وأخطأ عمر امرأة، ويعترف أمام الناس أن عمر قد أخطأ وأن المرأة قد أصابت. سيدنا عمر يكلموه في التوريث بقى، يكلموه في التوريث: عايزين نورث ابنك عبد الله علشان
علشان ياتي بالعدل ويبقى الولد زي ابوه. ما الولد دايما يطلع زي ابوه، الولد يطلع ايه؟ زي ابوه. فقال لهم لا، كفى من آل الخطاب ان يحاسب واحد بس. كفى من آل الخطاب ان يحاسب واحدا. يعني ايه؟ يعني هو مدرك ان الحكم مسؤوليه، مش اباء، مش جمال، مش غنى، مش ثروه، مش فالحكم مسؤوليه. سئلنا انتهاك الانسان، سئلنا التعذيب وقتل الافراد خارج القانون، سئلنا تحويل المدنيين لمحاكم عسكريه لمجرد انهم نطقوا بكلمه الحق، سئلنا ارتفاع الاسعار وانخفاض الاجور، سئلنا سكان القصور وسكان القبور. عايزين عداله اجتماعيه، الناس تعيش، الناس تاكل، الناس تشرب، الناس تعيش في امن، الناس تعيش في امان. ده ربنا عز وجل قال الذي اطعمكم من جوع وامنكم من خوف. وفر حاجتين، الاكل والشرب والامن والامان. سئلنا الفساد حتى صار الفساد وصار بلادنا الحمد لله رب العالمين على قمة البلاد المتسمة بالفساد. عندنا قضية فساد كل 5 دقائق. مصر غنية، طبعا غنية، منذ ايام الفراعنة بتسرق لغاية دلوقتي ولسه فيها فلوس. باعوا كل شيء، باعوا الغاز لاسرائيل اللي هي بتضرب دلوقتي في الحدود اللي بينها وبين مصر، اللي هي بتضرب غزه. باعوا الحديد عشان يعملوا الجدار العنصري العازل علشان خاطر تمهيدا لاعلان دوله اسرائيل وانها دوله يهوديه. تعرفوا يعني ايه دوله يهوديه؟ يعني كل يهودي في العالم يتمتع بالجنسيه الاسرائيليه متى حمل الديانه اليهوديه. وبعدين نتكلم عن العنصريه. طب هي دي العنصريه، هي دي العنصريه. نتكلم عن الوطنيه، لا ما مش وطنيه. العنصريه شوفوها بكره يوم 11، مش بكره 11 برضه؟ بكره 11 ايه؟ سبتمبر. بكره كنيسه فلوريدا بتعلن عن اليوم العالمي لحرق المصاحف، وان المصحف ده هو رمز الارهاب. طب احنا ديننا مش دين الارهاب، ده ديننا دين الوسطيه والاعتدال. لان ربنا عز وجل امرنا ان احنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، لا نفرق بين احد من رسله. احنا اللي ما نفرقش، احنا المؤمنين، احنا المؤمنين بعيسى، مؤمنين بالمسيحيه، مؤمنين بالانجيل، ومؤمنين بالتوراه. احنا اللي ما نفرقش وما نزلش دين. يقولوا بقى ايه الاسلام دي؟ طب هي دي العنصريه، هو ده الارهاب، ان انت تجيب الكتب السماويه وتحرقها. وبعدين نتكلم عن امريكا مثال الحريه. لا، امريكا مش مثال الحريه. مثال الحريه دوله تنشا على الاسلام، لان الاسلام دين العز. وبعدين قالوا لنا احنا على ابواب الانتخابات يعني في انجازات وعدونا منذ سنه 81، استقرار ورخاء وامن. لا استقرار ولا رخاء ولا امن، وهذا هو سجل انجازاته. 87 مليار جنيه عجز في الموازنه، 145 مليار جنيه عجز في الميزان التجاري، 323 مليار جنيه دين خارجي، 663 مليار جنيه دين داخلي، 328 مليار جنيه هربت في الخارج. تعرفوا يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل مولود يولد اصبح مدين للخارج بحوالي 12,500 جنيه. يعني انت لو سيادتك اسره مكونه من 4 افراد يبقى انتوا عليكم 250,000 جنيه. يعني مولود مديون، يعني ارادتك مسلوبه، يعني لا تملك قرار، يعني انت محاصر، يعني عليك السمع والطاعه. يعني اللي يقول لك من بره يقول لك ولا تضلين تقول امين. عندنا 23,000 معتقل، ويقول لك قانون الطوارئ لا يستخدم الا في الارهاب والمخدرات. وعندنا 26 مليون مرض فشل كلوي وكبدي وسرطان. عندنا 7 مليون عاطل، عندنا 9 مليون عانس، عندنا 31 مليون امي. هو ده اللي انتوا بتعملوه. طب انتوا بعتوا الغاز،